بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. شوست أي يهتول درس شبعة أي وريتول آية لقصيد عوج الله دالبو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريدة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. لقصيد عوج الله دالق آية نقابوه نقع أش بيتش بلح يزدري أش بيتش بلحة شاش تارخ حق دلالي حلخة أما تانا دل ديقر دل أردو وهو التين شولتح مثلا زود يتشو تنا حق ولي استق يتشو دلح تنا دل ديشل دل أردو إذا هو التين خلق بالقلدين خلق إذ هتا تهوتين شو أردوخة أخدالو أشتان نجاح تارة يا مخبن ريز خلرشين كرح دولشو جيتش تدا نجاح أش جيتش ده إجرج خيردو ديل خيرن ووشست كمارش خيل ديزر ديتم قشاش إشتا ووشة كمارش خيل ديش خلر ديتم ديلش نبالغ سيلا وش الله دال إذا ديتم دويل بقولا الله جوشو أش ديري. إمام البغوي سهو قاية قعبو قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريدة فنصف ما فرضتم. هذا هر آية في المطلقة بعد الفرض قبل المسيس يتن يوزوتشن هقعدوهن هرا شين أردو بيلقل دين خليال مهر شي بيلقل دين خليالو دلاح قبل المسيس تنستق حق ولي فلها نصف المفروض تنأت أردونخ بيلقل دنخل الأردونخ أخداق دل ديزردو باه. وإن مات أحدهما قبل المسيس فلها كمال المهر المفروض نقع سنتير شنخ تعلحها أزوت شنخ استقر سير شنخ تعلحها قبل المسيس استقتنخ حق ولي فلها كمال المهر المفروض أخا يأردو قاچم بولش تعدل ديزردو. والمراد بالمس المذكور في الآية داقق آية تنقحا حق ولر لوش دقا وقنهدوش دقا الجماع يبا مرزو إيتر واختلف أهل العلم فيما لو خلى الرجل بامرأته ثم طلقها. عالم شنيخ اختلاف خلا لو خلى الرجل بامرأته استقى شيال زوجن تاني شاويس نقص تنت مثلا شيء يلشل شو بغن شاش بس نقص تنت يستخوالر من غير ثم طلقها تولت حياتي تويز يعني مرزو تأويت شاش ديسنا يشيء دلحتو تنت مرزو تأويت يتنق تويز قبل أن يدخل بها يعني تنت مرزو يتلي. فذهب قوم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق أصحو لها تابو العلم شناخة أخ أردو بيمتن دور دات بو أخ أردو بيمتن دل ديزر دات الله ولا عدة عليها لأن الله تعالى أوجب بالطلاق قبل المسيس نصف المهر تنتحى عدة لردر خردات ونداج الله عز وجل زوجنا حق ولي إذ يتنحى تن أخ مهر دعدل ديز الله واجب دينا ولم يوجب العدة لله عدة الله عز وجل اشتحو لها واجب دين ده تنباغ. وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود وبه قال الشافعي رحمه الله. وقال قوم قبل علم شناخ الله يجب لها كمال المهر شامل دول مهر دعدل ديز تنباغ وعليها العدة
تو عدة لرد ديزردو لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أرخيت السطور فقد وجب الصداق. نقع سنة الستر يوي زنوسك شوحخي تاحة يبو قدو مثلا تير زاما شاقاستنا تحاچو يخلا كيجي چوين شخلا إيش يقر مثلا جدحول بيش خلاقا زنوسك الخيروق مثلا زنوسك شوح ما تاسن يچو يقلو يدي حاچو إش زنوسك شوح تاس شول تاحة إشا شين بسن جينا بوغدو قرشي نقع سنة إذا نوسك شا واحد تسيح بوغتوا وجب الصداق نعم وجب الصداق لتو تن إمهر بولنس عدل ديزر دوبا. ومثله عن زيد بن ثابت قرد أنه وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق إليها إذا سلمت نفسها. تابول شارع عمر سأل دول دوش دوي إذا مش تدى حبوتر على وجوب تسليم الصداق إمهر قاچم بولش شامل ديك عدل دي شخلر أتزوجنا إذا سلمت نفسها توشا دعي اللح أتشي استغن خيتي سلمت نفسها بوغا شيء تمرزو يتا شاد عي لقتو استغن يعني على كل حال قزعلوش تقى بعد النكاح دهر لا على تقدير الصداق بوتو دلاح قزحة صداق عدل ديز بوش تقى عمري داشخة إلوش تقى مهر دوي تون مثلا تماخ بيلقل بر بوغ سندات تون إزبا مثلا هق لقاحة بولنش تشامل دل أردو عدل ديز ألق تابول شار هنزا إتون بارن بوي بيلقل بر بوغ دات تون تقع دلاحة إذا إزوتشو شا تون دعيل لها تحن ديسنيحة تون عدل ديز صداق دو شامل دك دو بوغ دات إز دلاحة تون صداق دل ديز بوغ دوقز والله أعلم. وقيل هذه الآية ناسخة للآية التي في سورة الأعزاب. تابول شار هر آية ناسخة دبوغ نسخ ديشة سورة الأحزاب شهدين دول آية فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن فما لكم عليهن شنت اعدل اشتق من عدة تعتدونها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن بوش كل حلقة آية نجحة دوتشنا حق والواسع حق واللوش زيتن يلعب بوشتك درتي قاعد يوشتك تاق إيش تحولها تار عدة لردر تان إعداد شن بوه تاق عدة لردر ترشون إعداد شنا تاق دلاحة أشتارنا دكخل دو صوت ديلشني بوه الله عز وجل. فقد كان للمطلقة قبل المسيس متاع فنسخت بهذه الآية يتن يلزد تنتين دا حقا واللي تو ازيتني حا تنا صوت دلردر دوحر تنا صوت دلردر فنسخت بهذه الآية أقحق آية ثاني نسخ دينتون ويقول حال حق مدر اشتيتن يلزد تنا أخ مهر دالور دوال. وأوجب للمطلقة المفروضة لها قبل المسيس نصف المفروض ولا متاع لها. الله عز وجل واجب دير يتن يوزوتشنا للمطلقة المفروضة شينا مهر بيلقل دين خليول لها قبل المسيس تنخ إحق واللأوش نصف الفروض أخ أردو أخ عدلر ولا متاع لها صوتنا قصونا هم دلرت أجدلن الله عز وجل. قوله تعالى الله يدوش وقد فرضتم لهن فريدة بوشتقى أي سميتم لهن مهرا أشتان مهرا تتوخن شلتح يعني مهر بيلقل دين شلتح دين شلتح فنصف ما فرضتم أشا
بيلقل دين دول مهرخة أخداق العلوردوش، أي لها نصف المهر المسمى إلا أن يعفون، يعني النساء، أي إلا أن تترك المرأة نصيبها نجح سنة الزوج وشين دوشتول داق عد تندا تحبن بوغدو فيعود جميع الصداق إلى الزوج داق إشامل خلدول صداقة إتو بيلغل دين خلدول أردو إذا أتستغن دوسردو تون يخدو هزردو زوجو نجح سنة شايتشنه توتون إجتده إشين دوشتول أخداق. قوله تعالى الله دوش أو يعفو والذي بيده عقدة النكاح بوش دك اختلفوا فيه هقاية تنقع علم شنيخة اختلاف الله. فذهب بعضهم إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. تعبوا علم شناخ الله شيء كره عقدة النكاح دوي نكاحنا بن بول برت بوي إشي كره بيقى هو الولي زوج ولي وآلتار. وبه قال ابن عباس رضي الله عنه معناه معا خل إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيبا من أهل العفو. نقول معا خل بوتو زوجو نقعسن جتش دحا بترك نصيبها إلى الزوج شين دوغشتول داقة إشايتن يول شيء تيندين إن كانت ثيبا إذا ثيب خله من أهل العفو من أهل العفو يقول إسبوع ثيب إذا ما راح خلق يقز مثلا ما راح خلق يعستق بس إخلع بوتو إز من أهل العفو يقول إسبوع جتش دا شينا شين بيلغلدين دول أردو دو إجاش تيشيل شخول إزبا أو يعفو وليها تن وليس جتش دوق إمهر تن دوش دول دا فيترك نصيبها تأخذ شداق عدو تردو إن كانت المرأة بكرا أو غير لا هرا دو حالي هيروي ما راح خلي يجوي تو جتش ديناحا مثلا شين دوشتول داقة إذا تير دوشت سجن أو يعفو وليها يتن ولي ويتو جتش ديقز فيترك نصيبها توتن داق عدت إن كانت المرأة بكرا نقع سنة إذا بكر خلع يعستق خلع أو غير جائزة الأمر بوشت قدو جميع خلع إسبوع قدو شي بول كرد عبالي شو تيقز مثلا نكاحة شا عقدة النكاح دوي نكاحا برتبر يعجم يوشينا دونا بيشيوش بوز مثلا ديل يوشنا عليه الصلاة والسلام عائشة تيتا بن مخلر تن يلخش دولشينها نكاحا عقد خلا أم تلتع إز قيان تلتعها تاخد عيقة تويز إيش تحولح يا إز بكر خلاح يا غير جائزة الأمر إزالها أخذ ولي وي تو بوربلح تو بورب تو عدتا يتندوش دول داقة إذا تنجشتن خردو فيجوز عفو وليها تن زوجن هقن ويتيسن يلتن ولي جمع يتن يمارح يا بكر تن وليس داقة تندوش دول داقة جشت يشيل شو إز وهو قول علقمة وعطاء والحسن والزهري وربيعة. وذهب بعضهم تعبوا علم شناخوالا إلى أنه إنما يجوز عفو الولي إذا كانت المرأة بكرا تاقا ولي ويزوتشن ولي تو تندوش دول دا جيتش دا مجردو إذا كانت المرأة بكرا نقع سنة إيال خلوزو دا يعستق خلع فإن كانت سيبا أما نقع سن إذا ما راح خليلش خليلح فلا يجوز عفو وليها إما راح خليلشن وليوي تنا شيغرة تن إدوش دول داقة جيتش دا يشيل شواتيز باتس إذا تن إير داق يشيل شواتيز هرا أزوتشن دوزردو إزباخ. وقال بعضهم تبول شار الله الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج شي كره عقدة النكاح دقا دوغا والنكاح إذا تين داو الله تبول شار وهو قول علي
إذا علي دوشتو رضي الله عنه. وبه قال سعيد بن المسيب سأله وسعيد بن جبير والشعبي وشريح ومجاهد وقتادة. وقالوا تار الله لا يجوز لوليها ترك الشيء من الصداق. أتزوجنا تحقا أتزوجنا ولي وي تنا تعاهم جشتا يشيات بوخ أتن دوشتل داقا نخا إذ عدت بقو يلشوات إذ شا جشتا نحون على شي كيك لا يلشون إيه. بكرا كانت أو ثيبا يعستق خليل إذا يمارح الخليل إذ. كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق. اشتتن إذ مكش متخلرة قبل الطلاق طلاق يلي مثلا زوجن وليس آل بقويات باقر هقون دوغشت المهرة أسحون جيشتي نهون آل بالاتفاق علم شنيخة برتخلهم دو إسبوع. وكما لا يجوز له أن يهب شيئا من مالها. اشتتن مكش متخلرة تندخني نخا الزوجن دخني نخا تندخني ختحاهما سوغة دل بقوي يلشوات إذ. وقالوا تار الله معنى الآية إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها. زوجو شا جيش دح بما بترك نصيبها شين دوغشتل داق عد ترت. فيعود جميع الصداق إلى الزوج. تاقتن شامل دل صداقة مهرة تين ديك دورز يخ دورزر دو إذ. أو يعفو الزوج بترك نصيبه يستق مثلا عد تردو جيش ديدو شين دوشتل داق يعني إداق مثلا أخت عدل ديشوي أخت عدل ديشواز قز إشاد عدل ديشتل أخت عن جيش ديقتو مثلا شادك دالوردوهن إلقتو. فيكون لها جميع الصداق أختنا شامل دول صداق قردوتن شامل دول مهر تنگ دالوردو. يا مثلا هقار نعم فعلى هذا التأويل وجه الآية. فعلى هذا التأويل هق تفسير ثاني وجه الآية آية معا هدو آية آغو هي وحقيشتك الذي بيده عقدة النكاح الذي بيده عقدة النكاح إلا أن تعفو الذي بيده عقدة النكاح نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق أو بعده. هقاية نخوي هقية باه الذي بيده عقدة النكاح شيك عقدة النكاح نكاحنا بن برت بوي إذ شيكرح دقا نكاح نفسه في كل حال شاء نكاح وتنبسيسنا شاء نكاح بوغدوق نكاح نفسه شاء نكاح ها نكاح عند أيوتشو في كل حال ملخج حولها خلشتو إزباه قبل الطلاق أو بعده. طلاق يلي يطلاق يلشولتيح مثلا ولي كرع إزدلاحا بوكس تو قبل الطلاق تانا إزدا عدت يشول شو إز بوكسن خلقز. يا مثلا إزوتشون دلش دلاحا ثيب يقز يا مهر مثلا تو قبل الطلاق أو بعده جشت يشول شخول بوكسن قيت قنخ. الذي بيده عقدة النكاح نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق أو بعده. وأن تعفو أقرب للتقوى أشجتش درا إذا يحجاك إن شاء الله أخيرا. موضعه رفع الابتداء أقمتها نادي شوي أي فالعفو أقرب للتقوى. وأن تعفو وأن تعفو فعلك قحيوش
أخن موضعه إتسن ملخ حول عدون حاله آل مقردو إز رفع الابتدائي دا هقنا مرفوعا قاحلر بوغ سن قيد قسق زحتن أي فالعفو بوغ معن دوتن فالعفو دعدو يوشا فالعفو مبتدأ دو إز أقرب للتقوى الله أخيرا إيه جيرك دوشن إز أي إلى التقوى شو الله هنا الله أخيرا جيرك دوكش دول همن بوغ سن والخطاب للرجال والنساء جميعا هرا الخطابة هر قيقم يا هر حيخمة إذا استجرشنا زدرشنا مسرنا بو لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا كانت الغلبة للمذكر هند مذكر مرسكوي رود المجردو جنسكي رود ووشخ كانت الغلبة للمذكر أخا شاي دوش بوغ دو إز مرسكم رودي دوستول دوش يا جنسكم رودي دوستول دوشة يا شيء بيوش مثلا جملة يأنح يا دوش تأنحها إشتوحة مرسكوي رودنا غلبة هولتيجا بس مرسكم رودي يولشل دوستول دوشة إز حلق دول إز ليل دو معناه تنمعن خلهم تأقبوه إز هن باق توقع على كل حال إما عنده باطل معناه تلمع وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى المعنى خلصن بو وعفو بعضكم عن بعض أشووشا جيتش درا أقرب للتقوى استيغ جيرك دوشن شو الله خيرن ال الفعل وأن تعفو بوش تلك استجرشن مذكر مذكرنا يلشل فعل قز إذا مذكر يلاح تو تشلوشا مؤنث يهون بوتو زدرشنا استجرشنا يهوني خطاب بوغدوز ولا تنسوا الفضل بينكم أي إفضال بعضكم على بعض شووشخ يعني بولش بوليرم المقادوق يعني يا أشياء هو تنخه ووش شو ديك خلر إز ديت مديلش نبو الله عز وجل ووششتا كمارش خيل ديزر ديت مدويل أشياء أي إفضال بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداقة أو ترك المرأة نصيبها يعني شووش كوميرش خيل دي شلر ديت مدويل أشا استجا شامل دول صداق دعلور دولش مثلا شائز أخ صداق بالعدل دي شواتح أخ أردو بالعدل دي شوات إز دلاحة تاني يقع كوميرش الخلر بحن دولشا استجا شايدك دعلور دوهن العدل لقطوه إذا إشان يقع ليلش هم دوي بوصلنا يقع ليلش هم دوي إزديت مديلش نبو الله عز وجل أو ترك المرأة نصيبها يا زوجو شين دوش دول داق عدي تقطوه مثلا تين دا غيل والش ولاح يستق مثلا شايتشو زودا إزغيل والشلاحة هر شادك دالور دهون العدلر إذا فضل يوز كوميرشال يوز حثهما جميعا على الإحسان الله عز وجل تان مسانا إش مسو ستر بنا ووش ديك خلشني قال إن الله بما تعملون بصير بقل الله أشديري قش وشن سلطة عبول قصيدة وش الله دالا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون شيلامش لرديلشني بو الله والصلاة الوسطى يقرد الله مزلر ديلشني وقوموا لله قانتين الله متعدوش دخيتلش نقعسن شو قيرش خلاحا لامزن دخيتن دولش لامز دا قيرش قيرمي حال شو خلاح فرجالا شو دعدوش دولشا دول دل دعدوش دول اش لامز أو ركبانا يا شيء أخو شوال مثلا جور خليل إذا ملخشة
تخو شولومنا نقبش دعوتشنا أتجورن تعدول شيء أمكن تعدول زادويتش عدول أش لامز فإذا أمنتم أقش مرشون قاخلش أش الله حخويل كما علمكم سوشن عام درة ما لم تكونوا تعلمون شون تهو شون هما شون تهو إش هما دال شون عام مخلر. قوله تعالى الله دوش حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بوك أي واظبوا وداوموا على الصلوات المكتوبات أقا أشا لردويل أش وداوموا شوت الله تيلا على الصلوات المكتوبات دال شون تيدا زندو لامشان برز لامشان إش قوش ترقاها وتحلات لشني إش لردي لشني بمواقيتها وحدودها تيرخينش تاني تيرخينش لريش تيردازونش لردش وإتمام أركانها تن أركانش قوشيش ثم خص من بينها الصلاة الوسطى سلطة الله عز وجل تان يقر حق استينا يقر لامز ال والمحافظة عليها اشتئز لردي ال دلالة على فضلها تن سيللن تنسوش يقر لامز إذا قيشرلت إخسيلا خلر قويش والوسطى تأنيث الأوسط أوسط بوشتول دشي مؤنث وسطى بول ووسط الشيء خيره وأعدله تان هما يقبار معدل هما إزهدو أتهمنا أقر غولح يقا تنه أقر ديكوخ يقا إذا يقع يقول شو إذا. والعلماء من الصحابة ومن بعدهم في الصلاة الوسطى لا واختلف العلماء من الصحابة ومن بعده في الصلاة الوسطى أخا علم شنيخة بيمر أصحاب شخلبو علم شنيخة إشتتسان تعباه كان خلبو علم نيخ تيرا اختلاف خلا يقر لامز بوشتك هو لامز دو إز ملو لامز دو إز أل فقال قوم تعبوشر ألا هي صلاة الفجر عير لامز دو إز أل فجر لامز دو إز وهو قول عمر وابن عباس ومعاذ وجابر بيمر أصحاب شبقرش وبه قال عطاء سأله وعكرمة سأله ومجاهد سأله ورش تابعين شبه وإليه مال مالك إشتا منين تتوجد إمام مالك إشتا إمام شافعي لأن الله تعالى قال هند شدالة وقاية قابو وقوموا لله قانتين أل والقنوت قنوت بوش دقا طول القيام دو بوتر دعوة أدقة دعوة عر وصلاة الصبح مخصوصة بطول القيام والقنوت أما عورا لامزة إذا حق استندعون باه حوت عورا لامزة دقة لا ترنا وبالقنوت إشتا قنوت يشرت لأن الله تعالى خصها في آية أخرى عندك الله عز وجل قيش آية حق استينائز من بين الصلوات قد الله مشان يقرأ فقال الله دالبو وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا عورن دوشت الله مزقزع آية حقوشتك يعني تشهدها ملائكة الليل عورن دوشت الله مزدوي أتنا تشهدها آج تويشل ديشت أوت مو إدر أتلامزها خلشتحون ملائكة الليل بيسن خلشتول ملايكش وملائكة النهار إشتا دينا خلشتول ملايكش فهي مكتوبة في ديوان الليل إذا دعدا زندحونا في ديوان الليل بيسن دعدا زوشتول تبتر شتحا وديوان النهار دينا دعدا زوشتول تبتر شتحا ولأنها بين صلاتي جمع وهي لا تقصر ولا تجمع إلى غيرها هند الشعور لامزة إزدحونا بين صلاتي جمع ووشخ تتوشتول شش لامز دوي دلقا مالبوزا مركجا بحورة تارشن يقعدون إزبوه باوي ولأنها بين صلاتي جمع
نعم. وهي لا تقصر ولا تجمع إلا غيرها. لكن عرلامز إذا دات ديش دات يا عرلامز قيش لامز تاني عرلامز داس ديش دات يا قيش لامز انت اوش دعوش داتيز. وذهب قوم إلى أنها صلاة الظهر تعبوا شارع دل لامز دو يسأله، وهو قول زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد، لأنها في وسط النهار هنداج إذا ديوق دخن شنا خلش دولدير، وهي أوسط صلاة النهار في الطول. إذا أجر دينا دشت لام الشخا أجر يقع ديك دو إذا في الطول شا داخل رجح، وهي أوسط صلاة النهار في الطول. دينا دشت لام الشنا تأخشى داخل رجح أجر يقير لامز دو إزباخ. نعم. لأنها في وسط النهار هنداك إذا دين يقع خلشتو إذ، وهي أوسط صلاة النهار إذا ددوي تن أجر يقير أس دين أجر يقير لامز دو إذ في الطول داخل رجع شي داخل لحبوك دو إذ. أخبرنا عمر بن عبد العزيز أخبرنا أبو القاسم في الطول بوغ خان بوغ دو قزع لامزن خان يو إذ خيرو قزع يوشك. أخبرنا عمر بن عبد العزيز أخبرنا أبو القاسم بن جعفر الهاشمي أخبرنا أبو علي اللؤلؤي أخبرنا أبو داود أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ديل الشرباء عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر بالهاجرة هاجر أو شلمتها دل الله مزدورتو، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها إسن ولم يكن يصلي صلاة إذا قطعا لامز ديش مواتر تخج أو خلدل شأ بيمر أصحاب شن أقلا مزلا هدل قلامز دو إذ فنزلت آية دوسربو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أشش لامش لردويل يقير لامز لرديلش في الطول بوش تجد لقى وحقين هلق داخل لرجع بوق دوشون إيش لامز داخل لرجع بيمر عليه السلام داخل دي الشلير الله حدا لش تقطع يسوي يحري ديش تلقى ميلانجا. وذهب الأكثرون إلى أنها صلاة العصر قد قابوا علم شناخا إذا ما بزلامز دو الله. رواه جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دقابل بيومر أصحاب شأ ديل إلشتين عليه الصلاة والسلام ديس نئز، وهو قول علي وعبد الله بن مسعود وأبي أيوب وأبي هريرة وعائشة رضوان الله عليهم، وبه قال إبراهيم النخعي سأله وقتادة والحسن البصري سأله. أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع ابن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أنها قالت أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا. عائشة هو تنغوقي حشخلة تنغاربع شوي توألق أمرتني عائشة سن أمر دير أن أكتب لها مصحفا شن مصحف يزدي ال. وقالت تؤيلر إذا بلغت مولى لي وإستن لي تنغوقي حشول شي لي وي تنق ألقتو شي مصحف يزدي ال أقتو تنق ألا إذا بلغت هذه الآية فآذني حوق آية تندقى أتشا سيوك خايت لاني ألقتو قيقا بي سيوك خايت لاني
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بوشتل آية. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي. شاء آية تقعت شنحة. فلما بلغتها آية تقعت شنحة أستنقى قيقا بير فأملت علي توصون آية حديشر بوتو يعني أملا بوك ديكتوات بوك مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذه أشتوي آية أقتل دعيل صلاة العصر التي يربوتو مالبوز لامز عائشة رضي الله عنها تنشك بيلقل دي ألا شين خايطلع ألا هو آية تقاتشنا آية تقاتشنا تو شاء تنحل غير داقني آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ألا آية عادي عشان تسلط صلاة العصر التي يرباه صلاة الوسطى يقر دو سلامز إذا مالبز لامز خلر قويتش وقوموا لله قانتين بو الله عز وجل. عائشة سألة رضي الله عنها سمعتها من رسول الله صلى الله تحت خلال عدي شتوه وقوموا لله قانتين قالت عائشة سبو رضي الله عنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حفصة مثل ذلك. عائشة شينا إزديل إلشنير عليه الصلاة والسلام خزير بوه إشت عائشة سنة حفصة ديسنا بايز شينا إزديل إلشنير خزير مال بزلام بسوتيقات يوشتك أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن زنجويه أخبرنا أبو نعيم أخبرنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ذر بن حبيش قال قلنا لعبادة سل عليا عن الصلاة الوسطى شاش عبادي خاتر بوه علي رضي الله عنه خاتح عن الصلاة الوسطى يقر لامز أخلاتي هو لامز دوئز فسأله توتن خاتر فقال تجوبت لر كنا نرى أنها صلاة الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق شاش شينا إذا عور لامز دو الخيش در شاش بوخ علي رضي الله عنه شينا ديل إلشنير عليه الصلاة والسلام دشنش خزلي يوم الخندق خندق غازة طولشينح شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر يقير شلام زخ يقير شلام زخ شغلونا نخش محتمول سنخ أني زاني للناس بوغلوكس أرسي محتاج أني زاني للناس يقير لام زخ بوغ تحبول شار مشغل دينا أول شخص عربو دشخ حدا قن إز إيميل بقلو تخا دوستي چه مالبوز لامزغ يغدى خطر تخو يقير لامزغ يغدى خطر تخو صلاة العصر يغدى حق تيغا مالبوز لامز ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا الله عز وجل تير كيرنش تير كشنش ترخ حلدو زيلق ديل أصنع عليه الصلاة والسلام ولأنها صلاتي نهار وصلاتي ليل هند ألشا صلاتي نهار وصلاتي ليل ويقرأ ولأنها بين صلاتي نهار خلا ذكر دراهيتون هند ألشا إمام بزلامزا دينا حديشتل شن لامزنا بيسن ديشتل شن لامزنا يقعدو إذا باختو خوزا دينا حديشتل شن لامز عور لامز دل لامز دو بيسن ديشتك مرقج لامز حور لامز دو وقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليظ ديل يشنو عليه الصلاة والسلام شوغل اللي تاني اغدي الشاء حقا استنائي يقير لامز مالبز لامز أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام
أخبرنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم شاشة يوم ذي غيم بوصل دينا غازوة تعدر شاش بوخ فقالت سؤالر بكروا بصلاة العصر سيخو يلشني مال بزلامز درن لام مال بزلامز خان مخلنا لامز درجة سيخو يلشني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله مال بزلامز عد تنوجه تن عمل يوحن خيرؤال رواه البخاري في المواقيت باختو خين شيوتشل داقا يقع بخاري ديتن باقر الحديث داقا وقال قبيسة بن زؤيب في هي صلاة المغرب الله تعالى الشعر قبيسة بن زؤيب إذا مرج لامز لأنها وسط ينداش إذا يقعد ليس بأقلها ولا بأكثرها ولم ينقل عن أحد من السلف أنها صلاة العشاء لأنها وسط هنداش إذا يقعد ليس بأقلها أز يقير بارا بوي تلا يكزج دات إز يسونخ دات إز بوتو انت مركز لامز دقزا دوشتك مركز لامز قو ركعتك بأقلها خيل شركات خدق يا شركات داتز يدي ركعات داتز باتو ولم ينقل عن أحد من السلف أنها صلاة العشاء حول لامز دو السلف شكتعني قرز دي ان داتن بو وإنما ذكرها بعض المتأخرين دلاحة حبو الله تعبه كان بالعلم شنا حقي نايز إمام بغوي شي زامن شو حقو بوقز ديون تاقر إمام بغوي خبعة يلهيتو شرحة خلها نقوين مخاءر إدوح حليرا قبع شدوي تشوع خلبو علم شناغا تعني قردي ان دات بو حول لامز دو إزال دلاحة شي زامن شو عبو تعبو العلم شناخا يا تسول تعبه كان بو تعبو العلم شناخا إذ حول لامز دو ألش بو لأنها بين صلاتين لا تقصران هند إذا شن لامزن يقعدوا داتس ديش دوت مرج لامز والمخار داس ديش دات عول لامز داس ديش دات وقال بعضهم هي إحدى الصلوات الخمس لا بعينها تعبوا شهر الله با إذا أتبخي لامز أتحلامز دو إذا لا بعينها ملغق دو بيلغل دوش بيلغل هردوشن الله بيلغل دوشا دو إذا با أبهمها الله تعالى تحريدا للعباد على المحافظة على أداء جميعها الله عز وجل إذا قيل دحا يوقي لامز ملغ دو قيل دحا تاقا ليش شي ليش ستر بيش يشتتوش ستر بيش على المحافظة على أداء جميعها يشامل دو لامش يبخي لامزة يش درجي تاقتارجا يش لردي ترحام كما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان مرغبتها ليلة القدر الله قيل عن مخلر وساعة إجابة الدعوة في يوم الجمعة بيرس كان دينها دعان جوب لشتو سحت قيل داقن مخلر وأخفى الاسم الأعظم وقر سيلع يولشيته قيل الله عز وجل في الأسماء شيء شخا ليحافظوا على جميعها شيء شامل لو تيرش عامي ترحام شيء ليشك قوله تعالى الله دوش وقوموا لله قانتين بوشتك أي مطيعين الله متعد وصلحيتلشني قال شعبي سأله وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وطاووس والقنوت الطاعة إلى تارة أهرا مطيعين بوشتك الله حق علم شناوي حقين شار والقنوت شا قنوت بوشتل دوشا الطاعة إمام بغويس بوخر إذا الطاعة متعخلر دو إسباه قال الله تعالى لقسيلع وش الله دال ألق أمة قانتا أي مطيعا متعدوش الأمة وقال الكلبي ومقاتل لكل أهل دين صلاة يقومون فيها عاصين هورا
شي دين دو بوش بول نيخ لامز دو تار إلامز الله تار إلامز عيسى بولش دو شاهدشت لامز عيسى بولش دو تار أقا شامل دو الخارت دينش تار دشت لامز إذ عيسى الميز فقوموا أنتم لله في صلاتكم مطيعين بو شو فقوموا أنتم لله شو الله عن حلقة دخيت لشنية في صلاتكم شلامشكح مطيعين متحدلش وقيل القنوت السكوت تحبوا القنوت بوش السكوت أليز ستم خلال حلقة عما لا يجوز التكلم به في الصلاة حون لامس السكوت قزحة ويستخلر ما عنديدو تحبوا القنوت بوش إذا ويستخلردو عما لا يجوز التكلم به في الصلاة حون لامس دمكش دوشتو قميل دوي تنخ حوتب العتعر ويستخلره هاين تمكش ديك تدوش أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي أخبرنا أبو محمد عبد الجبار عن محمد بن جراحي أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي أخبرنا أبو عيسى الترمذي أخبرنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة زيد بن أرقم سبوه شاشة ديل إلشنتيها عليه الصلاة والسلام لامز دخيتن دولشناه قميل شدور شاش بوه يكلم الرجل منا صاحبه ترخت حما شنيوخا وولشن قميل دور إلى جنبه يعني شنيوخا وولشن دعاوي رزي قميل دور تبوه حتى نزلت هر آية دوصلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام تخون تاق أمر دير ديست مخلشني ديست مخل تب على عتي الأمر دير ونهينا عن الكلام قميل در نهي ديرتون قميل در تمجيرتون لامس ده وقال مجاهد بو خاشعين قانتين بوشتغا خاشعين معن داقل مجاهد أي الله قويرش دولش وقال اشتؤال من القنوت طول الركوع وغض البصر قنوت تغضحون ألتوا طول الركوع ركوع واخولر ركوع واخولر وغض البصر حيبعرسة واحتعدر والركود والركود إذا حلات شوال شيناها مت تختوش لا تردقز ويخ يعني مت تختوش لا تردقز ركود الركود بوغا السكون والقيام على الدوام ويخ لا تردقز سلطة نعم وخفض الجناح هو واحد عن خلر خفض الجناح بوجوده هو جناح تام بويز هيتام واحد عن خلر بوش تجس ميرين خلر بوجودك إز هيديت اثنين سبع ده القرآن شمو الله واخفض لهما جناح الذل ال اسكبرا هو سميرين خلر لا مستح كورس تجسن دحوة تنتعش تقصول تحا كان العلماء إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن علم نخبرهم بو إذا قام أحدهم يصلي سيرة تعلام دحوة يهاب الرحمن إغيت من وولشنا قويرش الله قويرش خلرش أن يلتفت أو يقلب الحصى يخوير زرخ يعني الله قويرر إذا شلامس يخوير زرخ دعيس عيبير زرخ أو يقلب الحصى يطلقش كي يقدر أقا يطلقش كي يقدر مثلا قستن سير زامن شوحا لامزن خيجن عش بولشينا خيدوقز تشهد دوشينا كيجي يطلقش خلا سير كوك كلا تكيجي يطلقش تخلش نتحبي تعيو دوحا اللي زامن شوحا الشيء لامدش عشا تطلقش كي يقوش شلشان تدوق تاشتا
تحيول مثل حقدو هردوش إشت أو يعبث بشيء يا مثلا مشان دير تحولي تاهم حلقة تاهم متخ ياقش ديرهم نشا إشتا يا أسكيبر إهم ليلدرخ قيرر إشبو أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا يشاش يجا دنيا هم نشدوش دنيا هم مش دقا يخشى شاشين خزخ يشا تعمش دوش عيش موخر ورستق إلا ناسيا ويتسويل تو إذن يحبم ويتسويل تار إذن يحبم قيش أورا إشا الله شيء قنه يتميول الله قيرش خلر إشبوهتا أتكيبر هم نشيخ دالر وقيل تحبو ترال المراد من القنوت طول القيام قنوت خلوش تقا إذا طول القيام حلا مزنقها ويخلات ترتحون إذ أخبرنا أبو عثمان الضبي أخبرنا أبو محمد الجراحي أخبرنا أبو العباس المحبوبي أخبرنا أبو عيسى الترمذي أخبرنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ديل يشني عليه الصلاة والسلام تحام الله أي الصلاة أفضل أقر غول عند الله مزملخك دوال قال سؤالر طول القنوت دقا لاتش عويخ لاتش تقدعون ال وقيل تحبو تر قانتين بوشتك أي داعين دعا ديش دولش دعا ديش شو لاتر ال معان داقن دليله دليل هدو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا يدعو على أحياء من سليم ديل يلش عليه الصلاة والسلام دين عن بتع تحي حلقي هور دينا لا مستع دعا ديش دعوة ورهن دعوة ور إزلا مستع دعا ديش على أحياء من سليم سليم تيبنا خلبولو تبولش ناخن على اشملشبر على رعل وزكوان وعصية اشتوقع دعا ديش ديل يلش عليه الصلاة والسلام لا مستع تان شرح تان بتع سهور دين ديش دعا نشت نقطو تان دعال إذا بايمر أصحاب شبيئنش بقشتن حافش خلبولو ديلشن أصحاب شبيئن خلق زرعي خبين وقيل تحبوشر ألا معناه مصلين لقوله تعالى مصلين لا مزدش المعنى داقن تحبوشر قانتين بوشتك مصلين وقوموا لله شدخي تيل الله حلقها قانتين ألشا مصلين لا مزدش المعنى داقن لقوله تعالى دال قيش آية نقام ألا من هو قانت آناء الليل أي مصل أي لا مزدش دعوة نجا آناء الليل بوسن يوشل خينشكا قوله تعالى الله دوش فإن خفتم فرجالا بوشتك أي رجالة رجال هو الويل دعوة جنا بوكسن نقص يقال أولش نحونا راجل ورجال أولهن مثل صاحب وصحاب وقائم وقيام مآلر ونائم ونيام مآلر هردش نشا أقيبر ليل دشتحن باحتو أو ركبانا ألش على دوابهم هو جمع راكب شيء يهو أشوال هم أنت عدو يجدول شهدويل إش إلا مسأل ركبانا بوشتغ إذا جمع راكب جمع دو إذ معناه إن لم يمكنكم أن تصلوا قانتين موفين للصلاة نقع سنشو يشتخلع أشلا مزد قانتين الله متحدولش دخيتن يعني ديخ دخيتن دولش متخت دولش موفين للصلاة حقها أسلام زي حق قوش ديش لخوف قيرم خلر بحن دولشا فصلوا مشاة على أرجلكم شاش دعدو يجدول شاش يكوكش دعدو يجدول شحا لامز ديلشني أو ركبانا على ظهور دوابكم يا شو شيا تخو أشوال قور خليل يا أمكال خليل إذا تون تخي ندوش دعدو يجنحا تير بقش تحدول إش إلامز
وهذا في حال المقاتلة والمسايفة هر توم دعبوتشينا دوست الحولن قاعدهون بو والمسايفة مسايفة بوغا ووش اخترشتو هردوك از سيف دو يوقتير حداق مسايفة يصلي لامز ديدتو حيث كان وجهه راجلا شيء واحد عيرزن يلتش آورا راجلا وجه خليليز أو راكبا يا تاقات عنهم من تخي أن وجه خليليز مستقبل القبلة وغير مستقبلها قبلة فيرزن خليليز يا قبلة فيرزن واتحا ويومئ بالركوع والسجود تو إشاريرو با يومئ بوغا يعني إشارير دوك إذا تزناك موردونا هايش باركش تاني حلوة تعسنا إش صورت خوات ودوك عبوغ دويس عشان ركوع دا چينا اشتوا ركوع ويتسن إشاريرو تو سجود ويتسن سجود ويتسن إشاريش باركش تاني شيء ويجعل السجود أخفض من الركوع سجودا يشل إشاريوي إيا چيناها ركوع ويتسل جم دقوخ وحتعش وكذلك إذا قصده سبع أو غشيه سيل إشت دحون باهتو نقع سنة آقروي تلت غير آقروي يلا يا مثلا أو غشيه سيل يا ما هو خدوي نودنيني نقال ميقدوك مثلا نودنيني يلا خنبو هو مكشوقز نكسن وسيخ دعتا غاحتي يخاف منه إذا قيرش والسنخ وتشيني هم نخ إذا قيرش والشا على نفسه فعدا أمامه مصليا بالإيماء يجوز أخا فعدا أمامه بوغا فعدا فودرو إزبو أخير وليس حلام يخاف منه على نفسه فعدا فدق إز مثلا عدا بوغ يعني جرى بوغ دويز فديز أخا شين حلقها شلامز ديش والسنة إشريش إذا مقر دعون سنبو يجوزها فالصلاة في حال الخوف على أقسام خيرا بولش حولها لامز تنداق واشتحون باه فهذه صلاة شدة الخوف فهذه صلاة شدة الخوف هرا وهين ديسنك تخش او خيرا بولشينها دول لامز دحون إز وتمتع بولشينها ووشا ترش ديهتشا إذا تخش او خير محلوق استغن تام هنا لامز دعوة عشها يعود ايوان تورتو وميغون إشت حولها ديشتو لامز دوني بوين مخأر لا صلاة الخوف سن شيء شكل سن شيء كيبر ديشتو إلامز وسائر الأقسام سيأتي بيانها في سورة النساء بو ديسان دولا داق واشتوي صلاة الخوف سورة النساء جو عبيلقل دي دحون باه إن شاء الله تعالى ولا ينتقص عدد الركعات بالخوف عند أكثر أهل العلم دقوب العلم شنان جرجها صلاة الخوف دچينا خيرم دولش حولع دچينها ركعات شا يشور بقوياتون باش يشور داتون مثلا مسافر و داست يشوق لامز أما صلاة الخوف حدش والشنها هاي لامز داست يشيات دلاحتون شيك يحبيو إلامز ديش وروى إذا دقوب العلم شنها وروى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مجاهد ابن عباس قرديتا تو إيلر الله ريس خلول ساشن فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 الله عز وجل لامز برزدنت أديل نشن على لسان نبيكم شو إيلشن مدخلة شو شيت أعدل شنه في الحضر شيت أعدل شنه 4 دي ركعة دي وفي السفر نوقع دول شنه 2 شيء ركعة دي وفي الخوف ركعة قيرا بولش حولها تركعة دي هرا ابن عباس قدئنا دور وهو قول عطاء وطاووس والحسن ومجاهد وقتادة أنه يصلي في حال شدة الخوف ركعة بس هو رأى الله إس او قيرم كلنا قحسن او قيرم خلاحا
تعني آورة مثلا سدع يشيوش يستغوال يشيوش أساس يشيوش إيش حركة ديردو الله قال. وقال سعيد بن جبير سؤال: إذا كنت في القتال وضرب الناس بعضهم بعضا حطمتع ولاحا نخ ووشخ ترشتش لتش خلاحا فقول الله عني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واذكر الله فتلك صلاتك. الله حخويل عن إدوهن علامز ألتوه. فإذا أمنتم فاذكروا الله شمارشون عدولشنا أش الله حخويل أي فصلوا الصلوات الخمسة تامة بحقوقها أشاء شمارشون عدولشنا شي لامش دويل أشاء شي بخلامز دويل أش تامة بحقوقها تير إطلامش حق شاء لردش قوشدش كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إشت الله عز وجل شن عامل مخلرة شن تخو اشتق. سلطة بولق سلع وش الله دالا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. تاق شيطين ديش بلخل بالزدري والذين يتوفون منكم شي زدري بتن بلخل بلا شوخ بلخل بلستجري ويذرون أزواجا زدري بتقتار شين وصية لأزواجهم إشتار وسية لتتار شي هسمنا نشنا متاعا إلى الحول غير إخراج تان شرحة تان تؤردل جلا تان رزق لولشني الوسية تتار غير إخراج اشتر آر تبولح فإن خرجنا نقعسن اشار بولع فلا جناح عليكم فيما فعلنا شنو قدل شمده شنتا دين شنقحا في أنفسهن شاشين من المعروف ديكش آورا والله عزيز حكيم. قوله تعالى الله دوش والذين يتوفون منكم بوشتك يا معشر الرجال بو هيستجري ويذرون أي يتركون عد تنتار أزواجا أي زوجات زدري بتنتاشين تحت وصية لأزواجهم شيء سمنا نشان وسيت تتنقتا يا وسيت دتلشني أو تفسير حدو وضو ينقل. قرأ أهل البصرة وابن عامر وحمزة وحفص وصية الله دي الشتر وقاية حمدار بالنصب ديش على معنى فليوسوا وصية المعنى دولتن با أش وسيت ديلشني أي شيء بتشبه زدري استق مثلا ول جرجوانا هاي ول جرجوا شاء وسيت ديلحني باخ حيزوت حي جرجرش ناخي وسيت ديلها يا حي بوخي شو زودا تحن شرح يشور آرات يوشز عير لها تنا يشتغلات ديلش ال. وقرأ الباقون بالرفع بسن بوشار رفعا تاني ديشيز أي وصية ديشتال أي كتب عليكم الوصية شنا أدل نشن وسيت ال متاعا إلى الحول متاعا نصب على المصدر أي متعوهن متاعا ال متاعا بوشتل دوشتل نصب لنا على المصدر مصدرا تدوغنا أي متعوهن متاعا أشتانا يشتغلات ديلشنية تان يشتغل رزق لات ديلش ال. وقيل تعبوشار الله جعل الله ذلك لهن متاعا الله عز وجل إزتارنا رزق دي نحن تنبوه متاعي نحن تنه. والمتاع متاع إزهيو نفقة سنة لطعامها وكسوتها وسكنها وما تحتاج إليه. إذا نفقت شرحت لنا نفقة دولار دوئز لطعامها يأهم خيريولشتان وكسوتها تدوغ خيردولش وسكنها عيمتك خيريولش وما تحتاج إليه إشتتنا حشتو يولشل هما
غير إخراج ألشا نصب على الحال حولا تدع هرباخ وقيل تحبول شارع بنزع حرف على الصفة صفة تدع حتى رزتن حلخة حرف تدع قرت أي من غير إخراج المعنى ده قنتار من غير إخراج ألا إذا صفة تولسن أشتان وسيت يازديلشني من غير إخراج ألش مو خردر أخا نزلت هذه الآية في رجل من أهل الطائف طائف يا عن قونا شنحق عدسنا خلال الآية يقال له حكيم بن الحارس أو شلولو هاجر إلى المدينة وله أولاد ومعه أبواه وامرأته فمات أقا مدينة هجرة خلته تن بيرش خلا تن دانان خلتنت إشتا هسمنانا خلا إولا فأنزل الله هذه الآية تاخ الله عز وجل الآية توسير فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم والديه وأولاده من ميراثه ديل يشنو عليه الصلاة والسلام تن دينا نانا تن بيرشنا تن ميراثه تن ديسن دول داخننا ميراثي إرس قاتشتان تنقر ولم يعطي امرأته شيئا تن هسمنا هم تيلقتو وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولا كاملا دلاه ديلشنو عليه الصلاة والسلام تان أمر دينا تن جرجرشنا أمر دينا أتزوج نفقة لاتي ألا شرح دين شرحة نفقة لاتي ألا وكانت عدة الوفاة في ابتداء الإسلام حولا كاملا إسلام دين دوحد عدو الشينحة عدة لردش عدة دين شرع خلاص دين شرع عدة لردش الله زوجها وكان يحرم على الوارث إخراجها من البيت وارثوي ولو استجي بسن بلغرغر نابوي تان حارم در إزودا هسم آرياق قبل تمام الحول شحال دزلي وكانت نفقتها وسكناها واجبة في مال زوجها تن نفقت لات در اتن شوح يمتك لات در واجب در في مال زوجها تن ولولتين دي داخنيتير تلك السنة اتشرشوح ما لم تخرج إز أتا شيهوسم آريالت ولم يكن لها الميراث ميراث داتر تن تزامن شو دوحر ليرخين شوها ميراث دات زوجن فإن خرجت من بيت زوجها سقطت نفقتها شيهوسم دي هسم شور إز آريالشا تن دل ديشتو نفقة تتير دولشتر وكان على الرجل أن يوصي بها فكان كذلك حتى نزلت تن ديرا شا استقوي مثلا تن احدر تو ويسيت در شا ولي خليليز يا شا ول جرجواش خليليز على كل حال استق ويسيت تديش او شا جرجرش ناخيه تن نفقة لا ديلش نهق شرشو حال فكان كذلك إحال درهن لاتش حتى نزلت آية الميراث ميراث آية دوسلت فنسخ الله تعالى نفقة الحول بالربع والثمن الله عز وجل هر نفقة توي شرچوعت نفقة لاتي بوشتر إذن نسخ درهن لدى قرهن بالربع والثمن ميراث داق بالقلدلت مثلا أزوجنا استجتيشن بيرش داتا حدي أولا داق دوشتر تون تي بيرش دلحا برخ أولا داق دور دوشتن أرى زوجنا تون حولي حاجن دوشتلا داق دو إز ميراسة ربع دي أولا داق استجي داخنينه يا ثمن أو ثمن آل ديس بيا برخ أولا داق بيرش دلحتير ونسخ عدة الحول ب4 أشهر و10 إشت الله عز وجل دادا قير شرچ وعدة لردر بوت إت لردر تأدلش بوت إت إز سنت أدلش يشرح عدة لردر دادا قير قوله تعالى الله دوش فإن خرجنا نقع سنشار بولا هسم شيتين ده هسم يعني من قبل أنفسهن شيء لأمت إشار بولا قبل الحول شداللي من غير إخراج الورثة أتول واستجي جرجرش ناخ إسآري أقناء يوج فلا جناح عليكم شن قدو شن داتشن يا أولياء الميت هاي إول واستجي جرجر ناخ
فيما فعلن في أنفسهن من معروف، يعني التزين للنكاح ماري غرحامة إز كتشلر. ولرفع الجناح عن الرجل وجهان، استجن إيرا قهولشت قدويتون قهولشت هم إتون إير قد عدالرنا شمع شئا ويحون بو أحدهما تيرا تعا لا جناح عليكم في قطع النفقة إذا خرجنا قبل انقضاء الحول. شن قدول شمدات شن أش نفقة دخل درخة أزوج شن إذا خرجنا قبل انقضاء الحول إشو داللي إز آري الله. والآخر شو دقودو لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج. شن قدول شمدات شن أش üç çür erbo olarak yuhtuğar addi tergah. Mesela çür eralya çü izud evvel olstege gergerstege mesela tundağuk tu hatanna met erilat duhal tawalarha tawalah tun qadol şum dahtiga. إذا شيء لا محيول سن خلق والله أعلم. أقا لأن مقامها في بيت زوجها حولا غير واجب بو. نعم هندا إذا شيء هسم دي هسمح إذا عرّ إذ واجب ذات غير واجب عليها تندع واجب ذات خيرها الله تعالى بين أن تقيم حولا ولها النفقة والسكنى وبين أن تخرج فلا نفقة ولا سكنى إلى أن نسخه ب4 أشهر و10. الله عز وجل تنا خارجا بالله إذا أتوسم شوحا عيريولش شرح عيريولش إذ عيشة تنا أتشرشع نفقت خيردوت أدوها عيمتك خيريو إشتا وبين أن تخرج يشن لع آريا لإذ دلاح فلا نفقة ولا سكنى دلاح إذا تنفقت لاهتر خيردات يتنا عيمتك لاهتر خيريات اشتهر حال درحنا إلى أن نسخه ب4 أشهر و10. الله عز وجل حق حولنا حق حكما نسخ دلت بئبت إتدانتان والله عزيز حكيم. حق تعتغن قاتشن بيربوي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.